الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كثرت الأسئلة بالاتصالات والرسائل الخاصة وفي الواتساب من بقاع شتى عن صحة شيخنا ووالدنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله تعالى. ولتوضيح ذلك لإخواننا السائلين والمستفسرين، فشيخنا منذ فترة طويلة وهو يعاني من آلام في كتفه الأيمن، وكان كل من يعلم بذلك يدله على مدلك أو نحوه ويذهب إليه حتى زاد ذلك الوجع وذلك الألم. وفي عمرة هذا العام لعام 1445 هجرية في رمضان حصل له ضغطة بباب المصعد المسمى الأسانسير في الفندق الذي كان يسكنه، فتأثر الكتف أكثر بتمزق بعض الأعصاب والأنسجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكل أمر بالقضاء والقدر، وكل مقدور فما منه مفر، فكل أمره مسلما كي تسلم، واتبع سبيل الناسكين العلماء. وكما قال الشافعي رحمه الله تعالى: 8 لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه 8: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. فنسأل الله الشفاء العاجل لشيخنا. ومن ثم لم يستطع الشيخ أن يمد يده بدون مشقة، وقد أجريت له الأشعة في السعودية وفي اليمن، وأرسلت إلى بعض الدول المتطورة في الطب كالهند ومصر، وكانت الاستشارة والاستخارة، فنتج عن ذلك أن يذهب إلى مصر. وكان الشيخ حفظه الله قبل الحج يقول: نذهب نحج وندعو ونعمل بالسبب. وقد ذهب بعد الحج إلى مصر، وأجريت له في هذا اليوم الثلاثاء العملية في الظهر، وخرج بعد الظهر والعملية ناجحة والحمد لله. فنشكر جميع الإخوة على أسئلتهم واهتمامهم بمشايخهم وعلمائهم وإخوانهم طلبة العلم، ونطمئن الجميع بأن الشيخ الآن في تحسن، ونسأل الله أن يتم علينا وعليه وعليكم الصحة والعافية، وأن يعافينا في ديننا وأبداننا وعقولنا وقلوبنا ومجتمعنا. وحفظكم الله تعالى وبارك فيكم، وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم.